السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسيو نحفظوا مع بعضنا ذكر عظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي هو كنز وخير من الذهب والفضة اللي يكنزوهم الناس. نتعلموه نحفظوه ونفهموا معانيه باش تشوفوا القيمة ديال هاد الذكر. ماذا بكم اللي يحفظوا معايا مليح واللي ما يقدرش يحفظوا يكتبوا في ورقة ويعلقوا في نيمبورت كال مكان في بيته باش يشوفوا كل يوم الصباح، يا قدام وين يشرب القهوة ديالو، فوق الطابلة، في الطونوبيل، في أي مكان اللي راهو سيغ بلي يروح لهذاك المكان ويشوفه باش يقراه مع الصباح. نبداو على بركة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة شداد بن أوس: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. يعني إذا شفت الناس يطموا في الذهب والفضة والدراهم والطوموبيلات، انتايا اكنز هاد الكلمات اللي احنا نتعلموهم اليوم، اللي هو الكنز الحقيقي في الدنيا والآخرة. من كثرة ما هو مهم وغالي، حتى أنك إذا شفت الناس يكنزوا ويخبيوا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والديامون واللؤلؤ والطونوبيلات وليفيلا، انت هاد الكلمات وهما الكنز ديالكم. هاكو تشوفوا شحال تقال في الميزان. نتعلموه كيف ان شاء الله، واللي ما يقدرش كما قلت لكم ما تنساوش تكتبوه على ورقة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كتبته لكم هكذا بهذه الصفة باش تقدروا تحفظوه بسهولة. نبداو بالثبات ومن بعد تيك العزيمة. نسيو نحفظوا هكذا أوائل الجمل باش تجينا سهلة. الثبات والعزيمة. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. إذا نشوفوا الفوق كاين عزيمة وتحتها كاين عزائم. من بعد الثبات والعزيمة تجي الرحمة والمغفرة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، النعم والعبادة. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، القلب واللسان. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك هذا الذكر في صلاته، وهذا هو الكنز الحقيقي اللي ما يفناش، وفيه بزاف من أمور الدين والدنيا. هو شغل دعاء شامل، يعني قد ما تقدر تدعي الله عز وجل هذا الدعاء فيه كلش قاع واش تسحق. نسحقوا فيه الهداية والتوفيق لصالح الأعمال وشكر النعمة، ويصلح ربي قلوبنا ونفوزوا بالخير ونسلموا من الشر ويغفر ذنوبنا كامل. يعني جمع كل ما في الدين والدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قارنوه كما قلت لكم بالكنز بالذهب والفضة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما معنى الثبات في الأمر؟ معناتها في كل الأمور تاع الدين والدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها في كلمة الأمر. وباش ربي ثبتنا على أمور الدين والدنيا لازم توفيق منه سبحانه عز وجل. ماشي كما نحبو حنا، ماشي زعما نقولوا راح نلتزم ولا راح نجتهد في الدراسة ولا راح نشري دار ولا راح نولي نصلي الفجر في وقته. لا، لو كان ما يوفقناش الله تعالى ما نقدروا نديروا والو. يعني نطلبوا الله تعالى باش يثبتنا على الدين والاستقامة والطاعات والهدى، وما نخرجوش على طريق الحق وما ننحرفوش. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سورتو في وقتنا الحالي مع كاع الملهيات والتواصل الاجتماعي رانا نشوفوا العجب. ديفا الإنسان يكون على طريق مستقيم فيحيد. وعلاش؟ باسكو ما يدعيش الله عز وجل الثبات في الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر أكثر من 70 مرة في اليوم. وأكثر وقت يسحق فيه الإنسان ثبات هو سكرات الموت، عند سؤال الملكين، عند المرور على الصراط. على بها قلت لكم هذا الدعاء شامل حتى ما يحدث عند الموت. إذن نطلب من الله تعالى الثبات في كل الأحوال والأماكن والأزمان. جملة صغيرة جمعت كل شيء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فهذه وصية نبوية غالية جدا. ثم قال والعزيمة على الرشد. العزيمة معناتها شغل تعزم، يعني تعول على الرشد، وهو الصلاح والفلاح والصواب. هذا هو الرشد. على خاطر الإنسان يقدر يعرف الصواب
والصلاح، بصح ما يقدرش يديرو ولا يعزم عليه. باغ اكزومبل كاين واحد ما يصليش يقول لك انا على بالي بلي الصلاه هي مفتاح الجنه والصلاه هي اساس الدين، بصح ما يتوفقش باش يروح يصلي. وعلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قل اللهم قيني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. وكي أذن المؤذن احنا وش نقولوا كي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نقولوا موراه لا حول ولا قوة إلا بالله. وش معناتها؟ معناتها المؤذن كي يعيط ويقول أرواحوا تصليوا حي على الصلاة حي على الفلاح، أرواحوا باش تصليوا وباش تنجحوا، الإنسان ما يقدرش يروح يصلي غير إذا قدروا الله تعالى. على بها نقولوا لا حول ولا قوة لي يا الله إلا بك، لو كان ماشي انت توفقني باش نوض نصلي ما نقدرش. أعزم وتوكل على الله تعالى باش تسقم أمور دينك ودنياك. قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم يا إخواني نوعان، كاين العزم على الدخول في الطريق، يعني البدايات. باغ اكزومبل نحكموا واحد عاصي وحب يتوب من معصية ما، هذه يعزم على الدخول في البداية، احنا نقولوا زعما حيبدا يلتزم. وكاين العزم على الاستمرار في الطاعات، يعني بعد ما دخل الإنسان في الطاعة والهدى يدعو الله أن يثبتوا على هذا الأمر وباش يزيد، يعني يطلع في الدرجات وينتقل من حال لحال خير منه. والإنسان اللي يعزم على الرشد واللي يعزم على الصلاح الشيطان ييأس منه، يقطع الياس منه. بصح كي يكون الإنسان متردد الشيطان يطمع فيه، يقول بالك نعاود نديه من جهتي. على بها نسأل الله دائما العزيمة على الرشد. ومن بعد قال وأسألك موجبات رحمتك. وش معناتها موجبات؟ يعني كل حاجة توجب رحمة الله، يعني تخلي الله تعالى يرحمك. فنسأل الله كل قول ولا فعل ولا أمر يخليه يغمرنا بالرحمة ديالو التي وسعت كل شيء. ربي يوفقنا الأشياء اللي تخليه يرحمنا على جالها. مثلا طاعة الوالدين هي موجبة لرحمة الله، يعني واحد يطيع والديه ربي يرحمه. وإن شاء الله ندير لكم فيديو على موجبات الرحمة، وش هي الأشياء التي توجب رحمة الله بنا. وعزائم مغفرتك، يعني كل حاجة تؤدي إلى مغفرتك. وإذا غفر الله تعالى للعبد يعني يربح كلش في الدنيا والآخرة، لأنه أحوال الدنيا تاعنا لنا عايشينها تتصلح بالمغفرة والرحمة. والعلماء يقولوا أنه المغفرة تخلية والرحمة تحلية. معناتها المغفرة تخلية يعني يتخلى العبد من ذنوبك يغفر الله عز وجل، والرحمة تحلية تحلى بها حياتك. إذن المغفرة تخلية والرحمة تحلية. وأسألك شكر نعمتك، يا ربي توفقني باش نشكر النعم ديالك، على خاطر كي نشكر النعمة ربي يحفظها لنا ويزيدنا منها. قال تعالى وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يعني الإنسان كي يشكر ربي يشكره بالقلب واللسان والأركان. وش معناتها؟ بالقلب يعني نتذكروا هذيك النعمة اللي عطاها لنا وما ننسوهاش وما نولفوهاش، ما توليش تجينا نورمال. مثلا البصر ولا إنسان كي يعيط للوالدة ديالو في التليفون يسمع صوتها، هذه نعمة عظيمة جدا. ولا أنك يوفقك الله عز وجل أنك ترفد المصحف وتقرأ آيات من كتابه، ولا يوفقك الله تعالى أنك تعاون إنسان، لازم تذكرها في نفسك. والشكر باللسان يعني نحمد ربي عليها ونتحدث بها، يعني نقولوا الحمد لله اللي ربي عطاني هذه النعمة. وبالأركان يعني بالعبادات، يعني نستعملوا هذه النعمة فيما يرضي الله. عطالك ربي نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الوقت، لازم نستعملوها فيما يرضي الله. وحسن عبادتك يعني نتقنوا العبادة ديالنا، ماشي غير نصليو برك، ماشي غير نذكروا ربي برك، ماشي غير يعني العبادة عندها أصولها، ولازم الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة. وكذلك أنه نتحرى ونحوسوا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في عباداتنا. مثلا في الصلاة نحن نحوسوا في اليوتيوب صفة صلاة النبي ونتعلموا كيفاش كان يصلي، وش هي الأذكار اللي كان يقولها، كيفاش كان يركع، كيفاش كان يسجد.
نسيو نطبقوا سنة يعني بقدر ما نقدروا. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب السليم هو اللي يسلم الله تعالى من الشرك اللي يبان واللي ما يبانش، على خاطر كاين شرك صغير ما يبانش كما الرياء، يعني كي نخدموا حاجة ونوريوها للناس غير مخلصين لله تعالى فيها، ماشي اللي يوري الناس باللي دار الخير باش يحاول يأثر فيهم ويتبعوه، لا هذاك حاجة مليحة كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، حاجة مليحة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أني نهدر عن الناس اللي مرائين، يعني يصدقوا مثلا صدقة، يصدقوا قدام الناس، ولكن في الخلوات مع الفقير كي يكونوا تاتات مع الفقير ينهروه، ما يمدولوش، يعيروه، يمنوا عليه. كذلك الصلاة، يروح يصلي في الجامع الجمعة، باقي الصلوات في الدار ما يصليهاش كامل في وقتها، هذا واش نعيطوا له رياء، وهو شرك أصغر. وكذلك ربي إن شاء الله يسلم قلوبنا من الذنوب، من المعاصي، من الشك، من الحسد. الحسد حاجة بزاف مخزية، النفاق، الرياء، الغش، لخاطر وشنو القلب هو مضغة، والرسول صلى الله عليه وسلم قالنا هذه المضغة لو كان تصلح المؤمن كامل يصلح حاله. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب هو كلش. ولسانا صادقا، ما نكذبوش، نوفوا بالوعد مع الله ومع الناس، والصدق هو أول الطريق للجنة. وأسألك من خير ما تعلم. سؤال هذا يجمع كل الخير اللي نعلموه واللي ما نعلموهش، اللي على بالنا به واللي ما على بالناش به. مرات يكون أمر فيه خير لنا وإحنا نتجنبوه، فنسأل الله تعالى يدينا غير الخير. كل أنواع الخير يدخل في هذا الدعاء، لأن الله عز وجل هو اللي على باله وين راه الخير ديالك. وأعوذ بك من شر ما تعلم. وهذه استعاذة كذلك شاملة من كل الشرور اللي نعرفوها واللي تبان لنا واللي ما نعرفوهاش وما تبان لناش، صغيرة ولا كبيرة، والله تعالى على باله كل شيء، لا يخفى عليه شيء. وأستغفرك لما تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الدعاء بطلب الاستغفار، وهو خاتمة الأعمال الصالحة. يعني مليح لو كان الإنسان كي يكمل عمل صالح عبادة ولا يستغفر الله بعدها. ويخص الذنوب اللي درناها في الماضي، اللي رانا نديروها حاليا، واللي راح نديروها مستقبلا، حبينا ولا ما حبيناش، لأن الله يحصي كل شيء وإحنا ننساو، على بها وسمنا إنسان لأننا ننسى، فنستغفر الله لكل حاجة درناها هو على باله بها، فقنا لها ولا ما فقنا لهاش. إنك أنت علام الغيوب. علام معناتها صيغة مبالغة لكثرة علمه وشموله، والغيوب ليس غيبا واحدا فقط. إذن اكتنز هذه الكلمات لأنها الكنز الحقيقي اللي وصانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزيد لك الخير في الدنيا وفي الآخرة، يصلح لك حالك في الدنيا ويصلح لك حالك في الآخرة. اتعلموا وعلموا للناس، وحاول تحفظوا، واللي ما قدرش تحفظوا اكتبوا وحطوا في مكان اللي تقدر توصل له انت ووليداتك في أي وقت، باش الله يعمنا بالخير في الدنيا والآخرة. سلام.